السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما. اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد. طبعا اشارك معاكم الفيديو بالاجواء الطبيعية البسيطة كده. فرطت البسلة في وسط الخضرة كده وهنخزنها مع بعض بكل تركاية فيها هقول لكم عليها. صلوا على الحبيب، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، كومنت حلو ودعوة حلوة من قلوبكم. وزي ما قلت لكم، ليه اللي يحط لنا اللايك يكون في زيارة الحبيب المصطفى محمد. اتمنى ان الفيديو يعجبكم باجواء الطبيعيه يا حبايبي. طبعا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان الفيديو ده البسله دي جايه من عند اهلي كده هديه. فالنهارده بقى هقعد كده اعملها معاكم وهقول لكم كل حاجه تخص البسله وتخزينها. طبعا بقى هي تخزين للسنه كلها يا حبايبي كده مع بعض. دي منظرها بعد ما خلصتها خالص وكيستها. يلا نبدا الفيديو مع بعض. وده يا حبايبي البسله بعد ما احنا فرطناها اللهم بارك. طبعا امبارح كده في الشموسه ما كانتش شموسه والله، ده كان اخر اليوم. اللهم صل على النبي. فرطتها كده وظبطتها معاكم. النهارده بقى ايه؟ نفرصها مع بعض. هروح اغسلها كويس وهنكمل مع بعض. بصوا، مش بضيف معاها الجزر لوحده والبسله لوحدها. لما بحب اطبخ بجيب ده على ده، مش بحب اقطعها يعني. الجزر معاه بصراحه، ده لوحده وده لوحده، ده احسن حاجه للتفريز. مش بضيف لها اي حاجه خالص غير ان انا هغسلها واتبعوا اللي انا هعمله دلوقتي. دي الكميه معانا اللهم صل على النبي حوالي 4 كيلو ونص. وهم اصلا كانوا بالكلك يعني كانوا 6 كيلو، يعني من 4 ل4 ونص تقريبا. ماشي، انا باخدها بعيني كده كمجرد ان انا بجيب حاجات. وطبعا الست اللي هي بتوزن اي حاجه وعارفاها بتاخدها بالنظر كده يا حبايبي. راح اغسلها ونرجع مع بعض. بص بقى، غسلتها وظبطتها وزي الفل. على فكره بقى، مش اي بسله هتعمل لها كده. البسله الطريه الخضراء، بص انا ما بحبش البسله الشيخه ابدا يا حبايبي. انا بحبها اللي هي ايه، يعني يا دوبك مستويه كده، بتستوي في ثواني وبتبقى زي الفل. ودي اللي ما بتدخلهاش الميه المغليه والله يا حبايبي، ولا تسخني لها ميه ولا اي حاجه. لو انت بقى صدفك الحظ وجالك اللهم صل على النبي بسله ناشفه، سخني لها الميه وادلقيها عليها. اوعي تحطها فيها على البوتاجاز، لا، ادلقيها عليها وطلعيها منها. ايه، عشان تخضر لك اللون، تديك اللون الاخضر ده. لان لما بتبقى ناشفه بيبقى لونها دبلان عن كده. انما انت بقى لو تسخني الميه تيجي تدلقيها عليها، فهي في الحاله دي بتديني ايه، بتديها النضاره، بتديها اللون الاخضر. فتبداي تسيبيها تبرد خالص وتبرديها بميه من التلاجة عادي كمان عشان تهدى بسرعه وتخزنيها. بس الافضل بسله الصبحه دي والله العظيم زي الفل. تجيبها طريه كده خضره خالص. انا بحب البسله دي. بسله فول بحب اللي هو ان انا اخزن من اللي هو الاخضر. فهو حسب الرغبه، في ناس بتحبها ناشفه، في ناس بس انا بصراحه بحس ان دي الافضل. ليه بقى؟ بتديني شويه بسله كده نعملهم طاجن مع لحمه مع فراخ لوحدها والله صافي، بتبقى زي الفل. بتنفع بقى في العزومات، بتبقى سريعه في السوا. اللهم صل على النبي. عملت ايه يا ملك؟ طبعا انا اصلا يعني الكميه دي مش هتكفيني، بس والدتي قايله ان هي مثلا عامله لي كمان كيس يا حبايبي، فاهميني؟ فيعني ايه، اللهم بارك. اللهم صل على النبي. هتعملي ايه يا ملاك؟ هنشرها تنشف كده تتجفف، وابدا بعد شويه. معلش صوت البوتاجاز جنبي، الله المستعان. ما تنسونيش في اللايكات، لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل ما هو جديد. بصوا بقى، اللهم صل على النبي. يعني هفردها كده ان هي تنشف معايا. وبعد كده ايه، نعبيها على طول في الاكياس عشان ما تعملش تلج في الاكياس. بس يا حبايبي، اللهم صل على النبي. افرديها بقى على فوطه نظيفه طبعا، مخصوصه بقى للحاجات دي كده اهو. وتيجي مجففاها كويس ومعبياها في الاكياس. اللهم صل على النبي. اللهم بارك. يلا صلوا على النبي كتير قوي. ربنا يسعد لكم بالخير يا رب. شايفين بقى الدلع؟ ان شاء الله الجزر هنعمله برضه على طول. بس هي طبعا انتوا عارفين كميه الجزر كبيره معايا، انا هوريها لكم الفيديو اللي فات. فيعني هتاخد وقت. عايزه اخلي منها ابشر واعمل مربى او اخزنها في الفريزر مبشوره كده يعني. اخلص بقى ونرجع مع بعض عشان ما اطولش عليكم. بصوا بقى يا حبايبي، بعد اللهم بارك اللهم صل على النبي، خلصها اهي. هبدا انشفها كده
بصوا بقى كده بتبداي تنشفيها وتجففيها كويس، واحطها هنا ان هي تنشف كده، وبعد كده نبدا نكيسها. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد. بفوطه نظيفه وتعمليها كده عشان تجففي الميه منها. هي اصلا كانت نظيفه والله العظيم، بس انا قلت ايه يعني حاجه كده معلش، امي قاعده جنبي فانا قاعده ابص لها. اللهم صل على النبي. بص حاجه كده ان هي ايه، تبقى مضمونه ان هي نظيفه ما فيهاش اي حاجه، بس انا شطفتها كويس وقلت بقى نعملها كده. اللهم صل على النبي. زي ما قلت لكم بقى، لو هي شايخه شويه نسخن الميه وندلقها عليها، مش نروح نحطها على النار. اوعي تصدمها على النار ابدا، انزلي بالميه السخنه عليها لو هي ايه، لو هي ناشفه. انما لو هي كده تمام يبقى انا هجففها واغسلها زي ما انا عملت كده، ونبدا نعبيها في الاكياس. والله هي نشفت معايا اهي ما شاء الله، اللهم بارك. اللهم صل على النبي. بس انا هجففها برده كده، نعيد عليها ونحطها في الطشت شويه ان هي ايه بتاع على الجنب اهوت، ان هي تاخد شويه كده تنشف جنبي على ما اخلص حاجه في ايدي. اللهم صل على الحبيب. شايفين اهي. يلا اخلصها ونرجع مع بعض نكيسها. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، نشفت معانا اهي كده اهو يا حبايبي. بالفوطه كده اهو بس، وحطها في حاجه واسعه زي دي كده وخرجوها. اي والله نشفتها. شايفين عسل ما شاء الله اللهم بارك. اللهم صل على النبي. صل على الحبيب المصطفى محمد. ما تنسونيش في اللايك عشان الفيديو يرفع معايا. اللهم صل. انتوا شايفين والله المشاهدات يعني بنتعب في الفيديو، والمشاهدات وحشه الله المستعان. ربنا يرزق الجميع يا رب. اللهم بارك. اللهم صل على النبي. اهي يا حبايبي حاجات بسيطه خالص، لا تضيفي عليها حاجه ولا تحطي لها حاجه ولا تسخني لها ميه. انا في تخزين الخضار بحب اعمل الحاجه على طبيعتها كده عشان تبقى زي الفل معايا. لما اطلعها تبقى زي ما تكون جايه من الارض، مش انا انما تضيفي لها مثلا تغسليها بخل، تضيفي لها ميه سخنه، بتضيعي طعم الحاجه. بركه ربنا فيها، ضيع طعمها ليه يا حبايبي؟ قولوا لي كده. والله كانت تتخزن من غير غسيل خالص، بس انا قلت لا، الاحتياط ايه واجب. اللهم صل على النبي. اهي واحده واحده كده، مش هاخد معايا حاجه، وانا معيش فلوس اجيب كميه على بعضها. كل سوق 2 كيلو زياده، كيلو زياده، هتلاقيكي خزنت الكميه برضو على قدك في الحدود. مش انا مثلا اروح ازنق نفسي واجيب كميه كبيره، لا، جنب كل مشتريات اجيب الحاجه اللي انا بخزنها، الحاجه اللي انا عارفه ان هي هتقعد عندي في الفريزر وتساعدني في وقت زنقه، ما تخلينيش ادور ولا اقول عايزه ولا مش عايزه. هي دي الحاجه اللي تيجي كيلو بكيلو، مش هيزعل. انا مش معايا راس مال عشان انزل اجيب شكاره، انزل اجيب قفص حاجه، لا، كل واحد بيمشي على قده. بيمشي على قده والله عمره ما بيتعب ولا بينضر. اهي انا والله عامله الفيديو دهوت ما شاء الله نفسه السنه اللي فاتت، والله كنت شاريه حوالي 10 كيلو وكنت عاملاهم برضه. اللهم صل على النبي. انا بصوا في التفريزات دي كل سوق بجيب حاجه، كل منزل اجيب حاجه، ما بحبش ازنق نفسي في حاجه ولا ندين لحد، على قدي بمشي. يلا اخلص وارجع لكم. بصوا بقى هي كده ما شاء الله اللهم صل على النبي، نشفت معايا بس زي الفل. بتنشفيها كده ليه يا ملك عشان ما يبقاش فيها تلج يا حبايبي وتتكتل في بعضها في الفريزر، تبقى ما شاء الله كده. الاكياس بقى بتاع اللبن عندي، انا عندي بستخدمها للبن، انت بقى عندك مش عارفه انت بتعملي بيها ايه، وعلى قد ما انت هتطبخي وتعبيها كده. اللهم صل على النبي. طبعا بقى هعبيها وارجع لكم عشان انا كترت عليكم شويه في اللبن. اهي ثانيه بقى اوريكم الكيس اللي اصلا هيتربط ازاي. هخلص تعبيها ونربط مع بعض. اهم يا حبايبي اللهم بارك. عملوا لي 5 اكياس حوالي يعني فيها كاس نص كيلو، كيس 4 كيلو الا ربع كده يعني. اللهم بارك. شوفوا بقى انا بعمل الكيس ازاي، ببرمه كده، بجيب ده كده ماشي، واحطه في كمان كيس وادخله الفريزر بس كده. ما بحطش كتير ليه يا ملك، ما بتحطهمش في كيس واحد ليه؟ عشان تتجمد بسرعه ما تبقاش فيها تلج كتير. اهي يا حبايبي اللهم صل على النبي. يلا دعوه حلوه من قلوبكم كده، كومنتاتكم الطيبه بتشجعني، واللايكات يا حبايبي. اهو اللهم صل على النبي. ولا لازق بقى ولا رباط ولا اي حاجه، اهي تاني ماشي. اهي شايفينها اهي.
اخلص وارجع لكم. ودي يا حبايبي بعد ما انا عملتهم وكده يا حبايبي ما شاء الله اللهم بارك، شايفين؟ اللهم صل على النبي. كده خلاص خلصوا معايا. لو انت بقى تحطيه في فريزر ادراج، اقسمي الحاجه دي على كيسين عادي. بحبكم في الله، بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونتقابل الفيديو القادم. متنسونيش في اللايك. سلام.